هو شارك تانك حرام؟ امبارح نزلنا البوست ده كان على لينكد ان وعلى الفيسبوك. مراده حاجة مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين زمان على الناس لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلاله أم من حرامه. في حاجات سبحان الله تناقلناها من الغرب زي ما هي بالظبط. شوف سبحان الله، شارك تانك ده معمول في أمريكا من سنة 2009 بكل البروباجندا بتاعته، بكل الطرق بتاعته. لا ينظرون إلى شرع ولا إلى غيره، لأن ناس رأسمالية بتنظر بس إلى المنفعة. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بالذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن احنا هنمشي على خطاهم بدون أي مشكلة زي العمي للأسف. فبتلاقي شباب دلوقتي بتدخل في حاجات زي شارك تانك وما تعرفش أي حاجة عن فقه البيوع، ما تعرفش أي حاجة عن فقه المعاملات المعاصرة. وكان زمان كانوا لا يدخلون السوق إلا من يعلم فقه البيوع، غير كده هتبيع وهتشتري، هيبقى فيه جهالة، هيبقى فيه غرر، هيبقى فيه ربا. هتعرف ازاي لو انت لم تعلم العلم الشرعي حتى تعلم مقتضى الله عز وجل في عباده؟ شوف ربنا عز وجل قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت محتاج تعرف كل حاجة عشان لما تمشي على بينة، تمشي وانت بتطلب رزق الله عز وجل بالحلال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل نفث في روعي أنها لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فلا تستبطئون الرزق بأن تنالوه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاحنا عملنا البوست ده، واللهم لك الحمد. البوست جاء عليه أكتر من 100,000 فيو، جاء عليه آلاف الرياكشنز، جاء عليه مئات الكومنتس، والحمد لله أكتر من 90% الناس كانت إيجابية جدا وكانت متفاعلة بالطريقة الصحيحة. اللهم لك الحمد، لأن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. ولكن في ناس كان عندها تساؤلات، في ناس ابتدت تشير الحاجات فريندز اونلي عشان يبتدوا يتكلموا براحتهم، والناس بتنسى ان الموضوع الغيبة ده من الكبائر. عايز برضو أعرفك على حاجة إن شاء الله بإذن الله. هقسم الرد ده لجزئين: جزء في إدارة الأعمال أو الانتربرينورشيب، والجزء الثاني في جانب الشرعي. بخصوص الانتربرينورشيب، ناس كتير ما تعرفش، اللهم لك الحمد، أنا انتربرينور ماي سيلف. يعني أنا اللهم لك الحمد عملت 7 شركات ستارت ابس، منهم 4 اللهم لك الحمد طلعوا شافوا النور بل كبروا جدا، منهم شركات في السعودية ومنهم شركات في أمريكا، وآخر واحدة اللي هي المدرسة ولله الحمد. الشركات دي went through different funding sources، يعني التمويل بتاعهم كان المصادر بتاعته مختلفة. منهم اللي دخل في بري سيد، وبعد كده دخل في سيد، وبعد كده دخل في فاندنج سيريزز عن طريق فينتشوال كابيتالز. واللي انت محتاج تعرفه كرائد أعمال، بما ان انا عملت القصة دي كتير اللهم لك الحمد، فان الفاندنج سورسز او طرق التمويل مختلفة. انت دلوقتي بيبقى عندك فكرة، الفكرة دي بتعمل لها فاليديشن عشان تتأكد اللي فيه سوق محتاجها وفي نيش او يوزرز محتاجينها، تمام؟ بعد ما بتعمل فاليديشن وتتاكد ان الناس محتاجه حاجه زي كده، ممكن تعمل فاليو بروبوزيشن، ممكن تعمل بزنس بلان، وبعد كده بتعمل الام في بي او المينيمم فايبل برودكت او المينيمم فاليبل برودكت. بتديه للناس الادوبترز اللي مهتمه بيك يجربوه، ولو الدنيا مشت والدنيا ظريفه بتفكر انك تاكسباند التيم وبتفكر في الفاندنج سورس. والفاندنج سورس ممكن تفكر فيه كمان من قبل كده. طب الفاندنج سورسز دي، لان الناس بتيجي تقول لك يا عم انتوا شحاتين، يا عم انتوا طالعين تتسولوا فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. والعلماء قالوا: إذا سكت من لا يعلم لانتهى الخلاف. فالسورسز بتاعت الفاندنج في كذا حاجة. ممكن اللي انت لو في بداية طريقك اللي انت تروح لانكيوبيتورز، او اللي انت تروح لانجل انفستورز، وخاصة الناس دي بتحب تدعم الناس اللي لسه الريسك فاكتور بتاعهم عالي، او تروح لفينتشوال كابيتال، او انك انت تعمل تمويل ذاتي زي ما احنا بنعمل في المدرسة على عكس الشركات اللي قبل كده، وتمشيها بنفسك بما يسمى بالبوت سترابنج. كمان حاجة من الحاجات حاجة اسمها كراود فاندنج. كراود فاندنج دي ليها صور كتير. في حاجة اسمها دونيشن بيزد كراود فاندنج، يعني انت تقول للناس، ناس عندها نفس الفكر بتاعك، ناس شايفة اللي انت بتحقق حاجة نفسهم يحققوها، ناس شايفاك اللي انت بتعمل حاجة كبيرة، مثلا بتبني مدارس في أفريقيا، بتطعم الفقراء، فهم عايزين يشاركوا معاك. انت بيزنس وبيزنس قائم وبتكسب من الفلوس اللي هم بيدوها لك، ولكن هم بيدوها لك عشان انت بتشاركهم نفس الفكر، مش مستنيين منك حاجة خالص. في حاجة اسمها ريورد بيزد كراود فاندنج، اللي انت بتقول لهم يا جماعة اللي هيديني فلوسه دلوقتي لما المنتج يطلع هديله مثلا اشتراك مدى الحياة، هديله مثلا
حاجتين بسعر حاجه واحده، ريورد، حاجه انت بتديها له كمكافاه. كمان في اللي انت ممكن تدي جزء من شركتك از كراود فاندنج، تقول يا جماعه اللي هيدفع فلوس هدخله كشريك بنسبه معينه. فده انت بتعرض نفسك على الناس، وخاصه الاندي انتربرنورز في حاجات في اماكن كتيره انك تقدر تعمل هذا النوع من الفاندنج. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها في المدرسه. احنا ناس بنعمل بوت سترابنج، عندنا حلم اللي احنا كل واحد يقدر اللي هو يتعلم بنفس الكفاءه بنفس الطريقه. والله ما لك الحمد، معظم الناس اللي موجودين في المدرسه بيتعلموا مجانا، اما بدعم جزئي او بدعم كلي. واحنا لو عندنا 40,000 طالب في المدرسه فاكثر من 90% بيتعلموا مجانا. فانت دلوقتي لما تيجي تشاركنا الفكر ده، فانت ممكن نمشي دونيشن بيزد كراود فاندنج، ودي حاجه احنا كنا بنعملها في الاول، وبعد كده قلنا لا لازم نمشيها ريورد بيزد، واللي احنا ندي الناس فاليو، فيبقى وين وين سيتويشن، الار او اي بتاعه عالي، الكوست فيرسز فاليو عالي. فابتدينا نقول يا جماعه في حاجه اسمها السبونسرشيبس او السبونسرز دي بمقدار اللي انت تقدر تشاركه احنا هنديك تخفيضات، هنديك تسهيلات، تقدر تجيب ناس من عندك وياخدوا حاجات فور فري باولويه. تقدر اللي انت تتكلم معانا، انا الساعه بتاعتي $100 في الكونسلتيشنز، اللهم لك الحمد خلال 5 شهور عامل اكتر من 100 استشاره، اللهم بارك، 99 منهم 5 نجوم وواحده منها بس 4.5. فانت بتقدر تتواصل معايا، بتقدر تتواصل مع ناس تانية كتير بيشاركوك نفس الهدف، بيحاولوا اللي هو يعلموا الناس، وخاصه الغير مقتدرين من بلدنا مصر، من اليمن، من الصومال، من موريتانيا، من سوريا، من العراق، من ليبيا، من الدول اللي حوالينا اللي عندها مشاكل، واللي اكبر بلد منهم هي غزه. اللي في اليومين اللي فاتوا بس اللهم لك الحمد عملنا دعم تقريبا كلي ل 140 شخص، ل 140 شخص. فانت لو مشيناها بالدونيشن بيزد كراود فاندنج فده مسموح بيه والاجانب بيعملوه، لو مشيناها ريورد بيزد وهو ده اللي بقينا بنعمله، وبنقول لك لو دفعت اكتر من $100 في الشهر هتبقى اليت سبونسر، هتدخل مع ناس في اكبر شركات في العالم، في ميتا، في فيسبوك، في المطار، في مرسيدس، في ريد هات، في كاسبرسكي، في ملاءه، في حاجات كتيره، شغالين في دول مختلفه، في مصر، في السعوديه، في الامارات، في امريكا، في المانيا، وكمان في قطر ولله الحمد. فاحنا بنديك ده از فاليو. فدي طريقه من طرق الفاندنج اللي انت لازم تعرفها واللي انت لازم تستغلها، مش شحاته خالص. تاني جزء الا وهو الجزء الشرعي. لازم تعرف حبيبي ربنا يبارك فيك انك انت لما بتدخل عشان تاخد فلوس من الناس وتخليهم يشاركوا في الشغلانه بتاعتك، بتلاقي ناس كتيره بتيجي تقول لك ايه، بعد اذنك ادوني وقت اكلم المستشار القانوني، ادوني وقت اكلم المستشار المالي، ولكن ما فيش حد بيقول لك اديني وقت اكلم المستشار الشرعي، اقول له اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام، الفلوس اللي هتجيلي دي هل هي سحت، هل هي ربا، هل هي كبيره من اعظم الكبائر في الاسلام ولا لا. فبتلاقي في شارك تانك، وده احنا واخدينه من بره لان احنا النظام المالي واخدينه برضه من بره، فبتلاقي فيه معاملات مختلفه، ودي المعاملات اللي انا ذكرتها في البوست بتاعي. اول واحد اللي الشخص نفسه يديك قرض ربوي، الشخص نفسه يديك قرض ربوي، بمعنى هو يجي يقول لك والله اللي انا هديك $1,000,000 على مدار 3 سنين وانت هتسدد خلال ال3 سنين دي، هيجي وقت الدفع يا اما تسد يا اما هنزود عليك الفلوس، وده هو قرض الجاهليه، كان ياتي ميعاد السداد فاما يسد واما يرابي. فانت دلوقتي بتعمل كبيره لو واحد عرض عليك القرض ده وانت قبلته. طيب والله انت دخلت في شراكه والشخص ده قال لك انا هقترض عنك، يعني هو يروح يقترض عنك بمجرد ما هو يشاركك. الله عز وجل قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تمام؟ ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل به. غير ان الشخص ده بيحول راس المال بتاعك لراس مال ممكن يبقى مختلط، والعلماء مجمع الفقه الاسلامي تكلم في حرمه المشاركه في الشركات اللي الراس مال بتاعها مختلط. فانت لازم تركز جدا جدا في الحته دي، تمام؟ ما بقولكش ما تروحش، ما بقولكش ان انت تحاول تخلي الناس تشاركك، ولكن بقول لك انك لازم تسال ولازم تتحرى، لان ما من مال نبت من سحت الا والنار اولى به. فلازم تركز في الموضوع ده كتير جدا، لانك ممكن تبقى فاكر اللي هو بيقربك للرزق ولكن في الحقيقه هو بيبعدك عن الرزق. فانت لازم تسال واحد من المتخصصين، تدرس علم شرعي في. وانا دايما برشح المعاملات الماليه الحديثه للشيخ سعد بن تركي الخثلان، واحد من علماء كبار العلماء في المملكه. انا خدته بنفسي وبعد ما خدت فقه البيوع، وجميل جدا ومفيد جدا وهيفيدك جدا في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. لما تقرا سواء في اسلام ويب او اسلام كيو اي او غيره، خلي بالك اللي انت لو واحد جاي لك وهو الفلوس اللي انت هتاخدها دي انت متاكد اللي هي حرام، ما ينفعش انك تشاركوا فيها. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لو هي فلوس مختلطه عليها من الحلال ومن الحرام فهي مكروهه، والكراهه بتاعتها بتزيد بحرمانيه الحاجه دي، ولكن جائز ليك انك انت تشاركه لو ماله مختلط. فلازم المجمل من ده كله لازم تعرف
انت رايح على فين. زي ما ليك مستشار قانوني، زي ما ليك مستشار مالي، لازم يبقى ليك مستشار شرعي، لان الامر ده متعلق بالله عز وجل، واللي متعلق بالله عز وجل دي حاجه لازم تاخد بالك منها جدا جدا جدا. وعايز اقول لك حاجه في الاخر، اللي احنا كنا بنعمل بوست بيقول لك والله الحاجه الحرام والبديل الحلال ليها والاثنين جائزين فروم ا بزنس برسبكتيف، تمام؟ لازم ان انت تبقى اوبن مايند وتتقبل الكلام ده، لان زي ما ناس بتعمل يمين واحنا بنقول لك ان انت المفروض ما تعملش كده، بنديك بديل احنا بنعمله في المدرسه، والبديل ده لو انت بتتعلم الاجانب فهم اللي مخترعينه برضه. تمام؟ شكرا لكم، اتمنى ان انا ابقى جاوبت على بعض الاسئله اللي اتسالت امبارح، زي شارك تانك، زي موضوع التمويل، زي موضوع الانتربرنور شيب بشكل عام، وهكذا. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما فيه الخير. ولو انت عايز تبقى واحد من الرعاة وتشاركنا حلم احنا بنحلمه من اول ما المنصه ابتدت، اننا بقدر الله اي واحد يستطيع اللي هو يتعلم، بقدر الله المدرسه هتبقى من اكبر المنصات العالميه اللي هتريبليس بقدر الله يوديمي وكورسيرا ويوداستي، عشان تقدر تتعلم اي حاجه في مجال البرمجه، واي واحد يقدر يتعلم. دلوقتي الشخص لما بيجي لنا احنا اللي بندفع له الفلوس، الرعاة بيمثلوا 5% بس من الفلوس اللي بتروح للناس دي، واحنا اللي بندعمهم بالكامل. اللهم لك الحمد، مفيش اي فرق ما بينه وبين اللي دافع بالكامل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.